السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. الفيديو المنتظر الكنافة. هنعمل الكنافة النهاردة معانا بطريقتين. اول حاجة بعملها بحط كوباية سكر وعليها نص كوباية مية واسيبهم على النار لغاية ما يغلوا ويبتدوا يعملوا كده فقاقيع معايا. بعصر نص عصرة ليمونة، بزود يعني ايه حوالي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز واسيبها لغاية ما تغلي كويس معايا. هي معلقة العسل الكلوكوز بحطها واقلبها معاه. طبعا احنا عارفين ان الشربات بتاع الكنافة بيبقى تقيل شوية عن بتاعة القطايف او البغاش. بقلبها معاه شوية كده لحد ما اتأكد ان العسل برضو بدأ يدوب، وبسيبها شوية كده وبروح طفي عليها. بحط ذرة فانيليا، بس هي معلش هي متصورتش معايا عشان تديله ريحة حلوة. في ناس ممكن تحط عود قرفة، في ناس ممكن تحط عود قرنفل، حسب النكهة اللي انت بتحبيها، بس انا بحط فانيليا عشان ينفع لكل حاجة. بجيب هنا معايا كنافة هي ناشفة شوية، بقعد اقطعها كده بايديا وفرفتها كويس على قد ما اقدر. هي طبعا لو بايتة معاكي وتفرفتيها بتبقى اسهل بكتير، او لو انتي مطلعاها من الفريزر بتبقى برضو جميلة جدا. مجرد ما انتي بتضغطي عليها بايديكي كده بتلاقيها اتفرفتت معاكي. على قد ما تقدري قطعيها ناعم عشان تديكي نتيجة حلوة. انا اول حاجة هبتدي اقطعها كده وفررتها من بعضها عشان نعمل الصينية. فانا بدأت بدي الاول علشان انا هرش لها السكر البودرة عليها واسيبها على جنب تشرب. ده سكر بودرة مطحون اهوت. هبتدي ارش عليها كده حبة واقلبهم فيها كويس واسيبها على جنب لغاية ما تشرب السكر ده ويبتدي كده يخليها تفرفر من بعضها. ده بيخليها لما تدخل الفرن يا جماعة تتحمر ويبقى طعمها حلو. السكر لما بيدخل كده مع النار بيديها لون ذهبي حلو، وفي نفس الوقت بيخليها طعمها مسكر وحلو وتمسك في بعضها. انا كده بحاول اخلي السكر يوصل للكنافة كلها. ما بلاقي حاجة لسه مجيش عليها السكر بجيب لها تاني سكر اهو احطه واقلبها كويس بيه، وهسيبها مع بعض بقى على جنب عشان ندخل نعمل في الطريقة التانية عبال ما دي السكر بتاعها يبتدي يدخل فيها. هجيب القالب اهوت اللي انا هحط فيه معلقة سمنة، هخليه على جنب هنا. هبتدي بقى اجيب بعد كده شرايط من الكنافة حبة كده بالطول. هي طبعا لو طرية هتبقى احسن معاكي واسهل بكتير. انا هنا الكنافة كانت ناشفة شوية معايا. ده معايا هنا تمر، انا ببتدي اطلع البذرة اللي جواه واحط مكانها سوداني وبغطسها كده في الشوكولاتة، بيبقى طعمها جميل قوي. دي كده بتبقى ممكن ساعة الفطار بنفطر عليها، بس انا حبيت احشي بيها الكنافة النهاردة. بصراحة طلع طعمها جميل. هي الكنافة ناشفة معايا، ممكن هجيب شوية مية ابل ايدي خفيف كده بيها وابتدي الم الكنافة مع بعضها. هتبص تلاقيها تتلم معايا. انا هضغط عليها هنا كويس عشان تمسك وتقفل. انا جبت شوية مية اهو عشان اخليها كده تبقى ملمومة مع بعضها بشكل كويس، ما يبقاش فيها الشعر طالع كده ويتفرفط معايا. هجيب برضو اعمل معاكم واحدة كمان. برضو احط معلقة سمنة عليها، وهجيب التمراية زي ما قلت دي تمر مخلي من اللي هو بيبقى الرطب الطري دوت. بقى اطلع البذرة اللي جواه وبحط مكانها سوداني او بندق او عين جمل او لوز، كل واحد وامكانياته. بس انا حطيت عندي هنا انا حطيت سوداني، وبكون مسيحة شوكولاتة من اللي هي الخام وبغطسها كده فيه.
وبسيبها، ولادي بيفطروا عليها بدل ما بيحبوش التمر بلبن، فبياكلوا ديت كده، بيبقى طعمها لذيذ، وفي نفس الوقت برضو بتديهم طاقة وتعوض يوم الصيام بتاعهم، بتديهم نسبة الجلوكوز اللي هم محتاجينه. اهو انا عملت واحدة كمان. طبعا كل اللي بيتفرفت ده انا هاخده معايا في الصينية، مش هيترمي، هتعملي منه الصينية. عشان كده انا بدأت بدي الاول، عشان خاطر اي فرافيت هتطلع معايا اشيلها للصينية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلش بنتي كانت بره وجت. هي سهله خالص وما بتاخدش حاجه معاكي ولا بتاخد وقت. انا زي ما قلت لكم انا بعمل كميات بسيطه سواء في القطايف او في الكنافه، لان احنا بنحب الحاجه طازه بطازه، وفي نفس الوقت انا عندي الاسره بتاعتي مش بتاكل كتير، فلما بعمل كميات صغيره مش بعمل كتير، اللي هي يا دوب يحلوا مثلا بين العشاء والسحور، او بعد السحور لو حبوا ان هم يحلوا برضو ايه باي حاجه كده خفيفه مع الشاي، يبقى فيه فاضل ايه بعض الوحدات، بحيث ما يباتش عندي حاجه كتير. انا هعمل الصينيه كلها بنفس الطريقه، بحط الكنافه واحط عليها معلقه سمنه والتمرايه في النص، وابتدي ابرم. اللي الاقيها خلاص ناشفه كده معايا ومش عايزه تلف، ببل ايدي بسيط خالص خالص يا جماعه، مش ببلها جامد واعجنها عشان ما تطلعش طعمها وحش. احنا برضو عايزين الكنافه يطلع طعمها هش معانا وحلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هحط برضو معلقة السمنة وألفها. هي في ناس بتقليها في السمنة، بس انا هدخلها الفرن عادي مع التانية، هتتحمر برضو هتبقى كويسة. دي اخر واحدة معايا اهي تقريبا. انا عملت الكمية كلها اهوت، هبتدي اغطيها بالسمنة. احط على كل واحدة كده حوالي معلقة سمنة عشان تخليها هشة، وفي نفس الوقت لما تتحمر معايا تاخد لون ذهبي حلو. انا كده خلصت اهي اول صينية معايا، ما اخدتش وقت معايا. هنعمل بقى الصينية التانية برضو اهو. انا اخدت الحاجات اللي هي متفرفتة معايا، هجيب بقى الكمية التانية اللي انا كنت ساقياها بالسكر، هبتدي انزل بيها في الصينية. هحاول اكبسها على قد ما اقدر عشان تتماسك مع بعضها. بحط كمية مناسبة كده في قعر الصينية، وابتدي اضغط عليها جامد بايدي. احاول اخلي القعر كده يعني ايه تخنته كويسة، مش خفيفة ولا ان هي تقيلة قوي. وهحط شوية سمنة. هي سر نجاح الكنافة يا جماعة السمنة، على قد ما تديها سمنة على قد ما بتطلع معاكي كويسة. هي حتى في الاخر لو فيها سمنة زيادة بعد ما بتستوي بتميليها على جنب، بتنزل السمنة الزيادة اللي فيها، بس بتكون اتحمرت بطريقة هشة وحلوة.
ببتدي احط هنا بقى الحشوة، اي حشوة انتي بتحبيها. انا عندي هنا ده سوداني مجروش وعليه بشر وشوية زبيب. انا حتى بدي الزبيب برضو طحنة كده خفيفة عشان خاطري ما يبانش، عشان ولادي وكده لما ياكلوها ما يطلعوش الزبيب منها زي كل الاطفال. فانا بحاول اطحنه طحنة خفيفة كده الزبيب عشان ما يبانش. حطيت الحشوة بتاعتي، هديها برضو كده اهوت معلقة سمنة، وهجيب بقية كمية الكنافة واحطها على الوش. احاول اغطي الوش كله عشان الحشوة بتاعتي. طبعا انتي في الحشوة بتحطي المكسرات اللي انتي عندك او اللي موجودة في البيت. ممكن تكتفي بالسوداني، ممكن تكتفي بالبشر، ممكن في ناس بتحشيها بتعمل خلطة سميد على البشر على السوداني وتحطها. كل واحد حسب ما هو بيحب بيحط فيها. ممكن طبعا مكسرات اللي هي الفستق والعين الجمل بس احنا عاملين صينية كنافة مصري بسيطة جدا. بحط تاني برضو سمنة تاني على الوش. زي ما قلتلك ما تقلقيش من كمية السمنة، هي كده كده بعد ما بتستوي اي سمنة زيادة بتميلي الصينية على جنب بتنزل وبتستخدميها تاني عادي في اي كنافة او قطايف او اي حاجة بتستعمليها حلويات. انا بحاول اتك عليها جامد عشان تمسك في بعضها وتبقى الصينية كده شكلها حلو ومنظم. بنضف حرف الطبق بتاعي عشان ما يتحرقش في الفرن. انا هزودها تاني سمنة من على الوش لان الكمية اللي كانت فاضلة ما كانتش كتير. انا هنا قدحت حبة سمنة برضو، مش قدحتها يعني سخنتهم. طبعا هي لو سمنة فلاحي بتدي ريحة ونكهة فظاع يعني بتبقى لذيذة جدا. بس طبعا السمنة برضو التانية العادي بتغني. ممكن تحطي سمنة من ده على ده، فلاحي على من اللي هي النباتي. اهو بضغط عليها كويس جدا وابتدي كده اظبط السطح بتاعها. كده هي جاهزة معايا عشان ادخلهم الفرن. بتولعي الفرن طبعا قبلها برضو يسخن، وبتحطي الكنافة على الرف الوسطاني، وكل شوية كده تبتدي تغيريها عشان تتحمر من كل الجهات. وده شكلها بعد ما اتحمرت. هي لونها ذهبي، هو الكاميرا هي اللي مغمقاها بس هي لونها ذهبي. ودي على قد ما قدرت حاولت احمرها كده ايه في الفرن واقلبها. هزوقها تزيين بسيط كده شوية بشر كده من على الوش. انا كان فاضل معايا حبة كنافة عملت بيهم صينية كمان، بس هي ما صورتهاش معاكم. عملت لها حشوة الكريمة او القشطة الكدابة اللي هي بتجيبي نص لتر لبن وتحطي عليهم معلقتين نشا ومعلقتين سكر. ما بتكتريش السكر بتاعها لان انت بتسقي الكنافة تاني شربات. انا هنا بسقيها اهي بالسيرم بتاعها زي ما انتوا شايفين التقل بتاعه. وهسقي برضو دي رخرة معايا. وبحط بقى طبقة كنافة وبعدين طبقة كريمة من اللي انا عملتها او القشطة الكدابة ديت. وبعدين برجع احط برضو لو عايزة شوية مكسرات، وبروح جاية حاطة بقية طبقة الكنافة من على الوش واسقيها برضو بالسمنة وادخلها الفرن. طلعت تحفة يا جماعة. الناس اللي هي بتحب حشوات الكريمة او القشطة دي هتعجبها جدا. ممكن كريمة كاستر او ممكن كريمة نشا عادي. اتفضلوا معانا، ده الشكل النهائي مع كوباية شاي كده بقى بعد صلاة التراويح ونحلي بيها. كل سنة وانتم طيبين.